اخيرا وصلت لطريقة حلوة وجميلة جدا للجبنة الرومي، للشيدر، للفلامنك، اي نوع جبنة انت حباه هتعمليه وبمقادير اقتصادية جدا. هاتي شفشق الخلاط، نزلي عليه كوباية من المية، كوباية من الزيت النباتي، 4 صفار بيض، كوباية من النشا، كوباية من لبن البودر، ومعانا نص معلقة صغيرة من الفلفل الأسود المطحون، معلقتين كبار من بهارات الجبنة الرومي، أي جبنة بقى انت عايزاها هاتي البهارات بتاعها، و5 قطع جبنة مثلثات، ومعانا معلقة كبيرة من الملح. وكل ده في الخلاط بتاعنا وهنضربه ضربة حلوة كده لحد ما ينعب معانا. وهاتي صينية مقاس 22، ادهنيها دهنة حلوة من الزيت ونزلي عليها الخليط الجميل الناعم اللي احنا عملناه ده. عايزة تغيري من الرومي هتجيبي بودرة جبنة رومي، او بودرة جبنة شيدر، او بودرة جبنة فلامنك، هي هتديكي الطعم اللي انت عاوزاه. بعد كده هنغطيها كويس جدا ونحكمها كويس قوي بورق الفويل، عشان احنا مش عايزين اي بخار مية يوصل لها ولا اي نقطة مية توصل لها. فهتحكمي الفويل بتاعك كويس قوي عليها، وهنحطها في حمام مية مغلية، وهنحطها على البوتاجاز على نار وسط لمدة ساعة كاملة. كده الساعة بتاعتنا خلصت، شايفة شكلها بقى عامل ازاي؟ انا سبتها قعدت ساعة على البوتاجاز، وبعدين سبتها ساعة تاني بردت، وبعد كده قلبتها بعد ما بردت يا جماعة، قلبتها ودخلتها التلاجة. هتقعد في التلاجة حوالي 10 ساعات، او من بالليل لتاني يوم الصبح انا سبتها. وبعد كده طلعتها من التلاجة، انا بقطعها اهي معاكي، بس لازم تقطعيها بعد ما تطلع من التلاجة عشان ما تتكسرش معاكي وما تفرولش معاكي. شايفين شكلها؟ شايفين الفراغات الجميلة اللي هي فيها؟ بصراحة في منتهى الجمال، القوام بتاعها حلو جدا، المقادير اقتصادية جدا. كل يوم بقى اعمليها وشكلي من رومي لشيدر لفلامنك زي ما انت عاوزة، بس بصراحة طريقة حلوة. تسلم ايد اللي عملتها. وما تنسوش اللايك، وما تنسوش الشير، وما تنسوش الاشتراك. وهي بصراحة طريقة سهلة واقتصادية بس جميلة.